أكلة النهاردة بقى يا جماعة من أحلى وأجمل الأكلات اللي كلنا بنحبها. لايك بقى وشير لي الفيديو لو أول مرة بتشوفوني. أنا اسمي نبيلة السيد. لايك بقى وشير لي الفيديو وتعالوا بينا نبدأ الوصفة على طول. هنجيب بقى حلة نحط فيها حتة سمنة وكمان معانا شوية زيت كده، وننزل بقى بالسمنة والزيت. أول ما يبتدوا يسخنوا كده معانا عندنا بقى إيه حتة ليا عشان تخلي حتة اللحمة كده ريحتها جميلة. حتة ليا أو مثلا السمين بتاع اللحمة ده بنقطعه كده حتت صغيرة، وبننزل بيه الأول نسيحه شوية كده وبعدين بننزل باللحمة بتاعتنا. أنا هنا بقى باحط اللحمة بتاعتي كده جنب بعضها وآخدها تحميرة بُصّوا، يعني عايزاها تاخد لون كده يعني تطلع معايا بُصّوا، لإني مش هاحطها في الفرن كتير فعايزاها تاخد لون معايا حلو. هنا بقى عندي كمان توم وعندي فلفل أحمر، وممكن تحطي فلفل أخضر. أنا كان عندي فلفل أحمر بس يكون بقى إيه، يعني لو بتحبيه حامي حطي فلفل حامي أو بارد اللي أنتِ بتحبيه. أنا هنا باحب الفلفل الحامي فحطيت توم والفلفل وطحنته كده وخلّيت التوم ناعم كده مع الفلفل، ودلوقتي هنشوفه بقى مع بعض. الأول أنا حطيت بقى إيه، كام بصلاية كده كبار مع اللحمة، واديتهم تشويحة حلوة قبل ما أحط التوم. يعني أنا التوم مش هاشوّحه خالص، هي اللحمة البصل مع اللحمة هو اللي هياخدوا تشويحة كبيرة. بعد كده بانزل بالتوم وبعد كده ما باسيبوش بقى كتير، باغطّيها فبتنزّل مَيّتها، فمش هتتحمّر يعني ولا حاجة، بس هتنزّل مَيّتها كده وتستوي، اللحمة تستوي على المَيّة بتاعتها بُصّوا. باهدّي بقى النار خالص، فبتفضل تنزّل في المَيّة بتاعتها وبتستوي عليها. لو ما استوتش سِوَى كويس باحط كمان ربع كوباية كده في ربع كوباية لغاية ما تستوي. أنا مش عايزة الإيه، اللحمة يبقى كلّها مَيّة، فباحط حبّة بسيطة، حبّة بسيطة كده تستوي زي ما أنتم شايفين كده، وبعدين تشرب المَيّة بتاعتها، تستوي تشرب المَيّة بتاعتها ويفضل البصل كده بالصوص بتاعها كده زي ما إحنا شايفين. خلاص بقى كده هي استوت واتسبّكت كده ببعضها. هاجيب بقى عندي البامية أنا مفرّزاها، يعني مقطّعاها كده ومفرّزاها في الفريزر. هانزل بقى بالبامية كده مع اللحمة وآخُدها تشويحة معاها. عايزة أشرّب البامية بطعم اللحمة كده بصوص اللحمة كده، تشويحة كده شوية ونسيبها مع بعضها كده تاخد وتدّي مع بعضها. يكون بقى في الوقت ده عندي طماطم أنا ضارباها في الكبة ومصفّياها وهاحطها بقى كده خلاص كده البامية اتشوّحت مع اللحمة وخدت طعم اللحمة وطعم الليّة اللي أنا كنت حاطّاه وحتّة ليّة صغيّرة كده وريحة السمنة وكل التوابل بقى اللي إحنا حطيناها. هانزل بقى هنا بالطماطم وهاسيبهم ياخدوا تسبيكة مع بعض كده بُصّوا، أول ما تحسّي إن هُم اتسبّكوا كده وبقت حلوة، فهنا بقى هابتدي أحُط الملح لإن أنا ما كنتش حاطّة ملح مع اللحمة عشان ما تاخدش سِوَى. هنا بقى حطيت اللحمة قصدي الملح بتاع اللحمة وضبّطت الملح بتاعي. هانزل بقى هنا بحبّة المَيّة بعد الطماطم ما اتسبّكت، وهاسيبهم بقى لغاية ما يغلوا غلوتين كده بُصّوا مع بعض، لازم تغلي كده وتبقى إيه، تبقبق كده. هاجي بقى هنا أجيب طاسة وأعمل الطشة بتاعة البامية، حتة برضه سمنة كده وأحط بقى التومة اللي أنا عملتها وأحط عليها بقى شوية كزبرة وشوية فلفل أسود وبس، وأحطها كده لغاية ما تاخد التشويحة بتاعتها بتاعة العادية التشويحة اللي بنعملها لأي بامية. وهنا بقى جبت الطاجن أنا مسخّناه في الفرن كده عشان أمّا أنزل بالبامية يكون هو سخن والبامية سخنة، فيخش الفرن كده ما ياخدش وقت معايا. بُصّوا بقى أنا باوريكم هنا بُصّوا في منتهى الجمال. خلاص بقى أنا كده شوّحت التومة، هانزل بيها على البامية، ما تغمّقيهاش أوي، ما تحاوليش تغمّقي التومة يعني. بُصّوا بقى مش عايزة أقول لكم ريحة البامية دي عاملة إزاي وطعمها عامل إزاي. اللحمة كمان ذات نفسها في منتهى الجمال. بُصّوا بقى بيبقبق إزاي عشان الطاجن أنا مسخّناه قبل ما أحط عليه البامية. هندخّله بقى الفرن ونشوفه لمّا يطلع بقى من الفرن كده عامل إزاي، مع إن هو كده ممكن تاكليه كده من غير ما تدخّليه الفرن خالص. تعالوا بقى نعمل حبّة رز صغيّرين كده قبل ما نطلّع اللحمة بتاعتنا البامية قصدي بتاعتنا من الفرن. أجيب بقى شوية رز شعرية كده وأحمّرهم تحميرة حلوة وحبّة زيت، ممكن تحطّي معلقة سمنة معاهم وورقة اللورة بتدّي طعم حلو وريحة حلوة أوي للرز. بعد بقى ما تتشوّح تشويحة حلوة الشعرية وتاخد اللون الدهبي، هانزل بالرز بتاعي وبرضه باقلّبه كده بافضل أقلّب فيه لغاية ما يتشوّح كده وياخد يتغلّف كده بالزيت ويسخن معايا كويس، ما يكونش الرز كده بارد لأ وارمي عليه المَيّة لأ، لازم يتسخّن حلو كده وياخد تشويحة حلوة. وهنا أنا حطيت ورقة اللورة كنت المفروض أحطها في الأول، وهانزل بقى بالمَيّة وهاغطّيه واسيبه لمّا يتشرّب خالص ويستوي كده نهدّي النار عليه خالص لغاية ما يستوي. هنا بقى البامية بتاعتنا طلعت بقى بُصّوا، أنا ما باسيبهاش في الفرن كتير، باحبها كده يبقى فيها صوص كده وتبقى حلوة. مش عايزة أقول لكم بقى الريحة عاملة إزاي، بجد قالبة الدنيا. بُصّوا بقى شكل البامية تحفة يفتح النِفس بجد. واللحمة بقى عايزة أقول لكم التشويحة اللي عملناها لها في الأول دي فظيعة بجد. أتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم والسلام عليكم.